الاهلي خاطب الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن وقائع حسين الشحات، فجاء الرد شأن داخلي. نحن لا ها شأن داخلي بتاع اتحاد الكرة بيه. طيب الاهلي جاله رد: نحن في انتظار صدور حكم يثبت التدخل القضائي في كرة القدم. شكرا. قلنا مرة واثنين، الاهلي مؤسسة لا تعمل بالصدفة. الراجل محمد الشيبي اشتكى في النيابة العامة. نعم. لجنة الانضباط حتى الآن، وأنا كنت في لجنة الانضباط من 4 أيام بالظبط في واقعة ناصر ماهر، وكنت موجود في اللجنة وحصل نقاش في هذا الأمر. لجنة الانضباط لم تكن تكون رأي نهائي بعد. نعم. أنا بقول لك معلومة: الأهلي منذ فترة ومن خلال إدارته القانونية ومن خلال خالد بن مرتجي نعم تواصل مع الاتحاد الدولي لكرة القدم عن طريق المحامي الخاص بالأهلي اللي هو مونتيري لاستطلاع رأي الاتحاد الدولي في مسألة حسين الشحات. تمام. فجاء الرد أن مجرد الشكوى لا تعتبر قاطعة في التدخل. جميل. ركز معايا. ليه؟ لأن كان من ممكن المحكمة تدي عدم اختصاص. صحيح. كان ممكن المحكمة تدي براءة. يبقى القضية صفر. يبقى النهارده هتروح تشتكي ايه؟ بالظبط. يعني افرض النهارده الشيبي عامل شكوى والمحكمة جت قالت احنا مش مختصين. صح. كويس، يبقى انت النهارده هتصعد للفيفا بناء على ايه؟ تمام. الاهلي لذلك قام الاهلي بارسال عده خطابات للجنه الانضباط والاتحاد المصري لكره القدم. نعم. فين ردكم بشان الكلام؟ حلو. فانا بقول لحضرتك معلومه ان الاهلي قد تواصل مع الاتحاد الدولي لكره القدم منذ فتره، مش النهارده ولا امبارح. بيسالوا عن هذه الواقعه، فجاء الرد: حضرتك معاك حكم قضائي يفيد التدخل؟ لسه. لكن دلوقتي معايا. وتوكلنا على الله. وتوكلنا على الله. وتوكلنا على الله. وتوكلنا على الله.